السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وفي احسن حال. النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد. معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم. هندخل المطبخ دلوقتي علشان نشوف هنعمل ايه. فيديو هيكون بإذن الله يعني سهل وبسيط زي ما تعودنا مع بعض. كمان هيكون مهم جدا في رمضان. كلنا طبعا دلوقتي بنعيش الأجواء الرمضانية الجميلة، وبنعمل مع بعض أحلى الأكلات وأشهى الأكلات وأسهل الأكلات في نفس الوقت اللي هتنفعنا جدا في رمضان، كمان لو عندنا عزومات. يلا بينا ندخل المطبخ علشان نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. دلوقتي بقى دخلنا مع بعض المطبخ عشان نعمل مع بعض أحلى كوباية عصير قمر الدين بطريقة سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت سريعة. طيب بس قبل ما نبتدي بقى الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير علشان الكل يستفيد، وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا في العادي كلنا عارفين قد ايه لما بنيجي نعمل قمر الدين بيكون صعب شوية ومحتاجين ننقعه من بدري علشان نقدر بعد كده ان احنا نضربه في الخلاط ويمشي معانا وشغلانة. فخلينا النهاردة بإذن الله نعمله بطريقة سهلة جدا. في 5 دقايق هيكون معاكي احلى عصير قمر الدين. زي ما انتوا شايفين انا هنا جبت حلة حطيت فيها شوية مية دافية، طبعا هنرفعها على النار مع بعض، وقطعت فيها قمر الدين بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. بس اهم حاجة لما تيجي تعملي الطريقة دي يكون قمر الدين بره التلاجة، عشان بصوا يكون ايه طري زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، بيتني وسهل جدا وبسيط. دايما لما تيجي تعملي عصير قمر الدين يكون بره التلاجة. فدلوقتي خلاص انا حطيت شوية مية وقطعت بقى قمر الدين ونزلت ايه في قلب المية اللي معايا. هنحتاج ايه تاني؟ شوية سكر. طبعا السكر بيكون ايه حسب الرغبة، قد ايه انت بتحبيه مسكر تقدري ايه تظبطي الدنيا عندك. طبعا المية اللي انا بحطها بتكون على قد قطعة قمر الدين اللي عندي، تمام، على اساس يطلع معايا مظبوط ومش محتاج ان انا اضيف له مية من بره. تمام. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي بقى نقول بسم الله وننزل بشوية السكر حسب الرغبة. انا مش عاوزاه يكون مسكر قوي، بحب يكون فيه شوية مزازة، فعلشان كده حطيت سكر حسب ايه المقدار اللي عندي. نقلب بقى كويس قوي على اساس السكر يبتدي يدوب معانا. كده كده اصلا احنا اول لما نحطه على النار كل اللي معانا ده هيسيح اول لما يبتدي العصير اللي معانا في الغليان. فخلينا دلوقتي ناخد الحلة من اللي معانا ونروح يلا نرفعها على النار ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى رفعت الحلة اللي معايا عندي على النار، ابتدي بقى اقلب كده. وزي ما قلت لكم اول لما يبتدي يغلي اصلا كل الخليط اللي معايا بدأ اهو يدوب قدامكم. كل لما هيبتدي يسخن كل ما السكر مع قمر الدين هيبتدي ان هو يسيح جامد قوي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبه بقى مع نفسه 5 دقايق كده وارجع له تاني، بس اول لما يغلي هدي عليه النار وسيبيه براحته خالص. تمام. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين معايا خلاص انا سبت قمر الدين على النار 5 دقايق مش اكتر ولا اقل من كده. بصوا ما شاء الله فين بقى قطع قمر الدين دابت والدنيا بقت زي الفل. كل اللي هنعمله ايه دلوقتي؟ هنسيب بس قمر الدين اللي معانا لحد ما يهدى ويبرد خالص، وبعد كده نبتدي على طول نفضيه في الكوبايات بتاعتنا او في الكاسات. مش هنحتاج نصفيه ولا اي حاجة، هو فيه السكر بتاعه وتمام، وعلى طول ايه هناخده على الكوبايات. تمام. استنوني لما يهدى هرجع لكم. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين معانا خلاص فضيت قمر الدين كده في الكوبايات الجميلة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. وحطيته بقى في التلاجة لحد ما بقى ساقع. عاوزة اقول لكم لذيذ قوي ومنعش وجميل جدا في الصيام. وشفتوا قد ايه سهل قوي، عملناه في اقل من 5 دقايق. ان شاء الله باذن الله بتمنى بجد تجربوه على طريقتي وتقولوا لي بقى رايكم في التعليقات. كنت معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم، واستنوني في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بس اهم حاجة بقى ما تنسوش اللايك والشير علشان الكل يستفيد وعشان القناة تكبر بيكم. مع السلامة.